بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تضامنا مع إخواننا المحاصرين المرابطين في فلسطين، وقضيتنا قضية الأقصى الشريف المبارك. بفضل الله رب العالمين جمعية فيض الرحمة تهيأ لإرسال الوفد الرابع لإخواننا في غزة. بفضل الله بمجرد ما فتحنا باب التبرعات وباب الدعم لإخواننا في غزة، منا من اللي شارك ببطاطين، وبفضل الله رب العالمين بالحفا علشان خاطر الشتاء لإخواننا العزل هناك في غزة، ومنهم اللي شارك بجواكت، ومنهم اللي شارك ببلاطي وبأحذية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم وأن تكون عونا ومددا لإخواننا في غزة. منتظرين دعمكم، منتظرين مشاركتكم معانا. بفضل الله رب العالمين بنتهيأ برضو ليوم 28/12 علشان خاطر يكون في حملة التبرع بالدم، دم مصر لإخواننا هنالك في غزة إن شاء الله، من خلال مقر جمعية فيض الرحمة في شبرا الخيمة. يوم 28/12 القادم هيكون في حملة التبرع بالدم لإخواننا في غزة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. شارك وبادر، هذا قليل لإخواننا هنالك المرابطين العزل في غزة. معنا أحد الداعمين والمشاركين معنا الأستاذ الدكتور عادل الصاوي، الأستاذ الدكتور بجامعة عين شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت عشان ألبي دعوة جمعية فيض الرحمة. أنا اعتدت من الجمعية دي إنها بتعمل أعمال خيرية الحمد لله، وجيت أدعم أهم حاجة بنعملها تقريبا في فيض الرحمة، إن إحنا بندعم إخواننا في فلسطين، القضية اللي إحنا اتربينا عليها منذ الصغر، ودي حاجة أنا بعتز بيها جدا إن أنا أشارك في الحملة ونقدر نعمل أي حاجة لصالح فلسطين لتحريرها ان شاء الله، وزمايلنا واخواننا الموجودين في قطاع غزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلقنا بفضل الله تعالى في جمعية فيض الرحمة حملة دمنا واحد للتبرع لاخواننا في غزة في فلسطين يوم 28 ديسمبر القادم بفضل الله تعالى. فندعوكم للمشاركة بالدم والدعوة عامة بفضل الله في مقر الجمعية، ومعانا بفضل الله أحد المؤسسين الجمعية إن شاء الله المشاركين بفضل الله تعالى في التبرع برضه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بندعو جميع الإخوة الجيران والأصدقاء والزملاء، كله يجيب ولاده معاه، يجيب زمايله معاه، أصدقائه اللي في الكليات اللي في المدارس، كله يشارك. يعني عايزين نحبب فيهم حب الخير والمشاركة، ان احنا بدمك تبعته لاخوانك في غزة، دي اكبر صدقة واكبر مشاركة هتنفعهم من الاكل والشرب. في ناس هناك مش لاقية العلاج، مش لاقية نقطة الدم، فدي اكبر حملة وندعو فيها كل جيراننا وكل اصدقائنا وكل زمايلنا، وان شاء الله نشارك بكمية كبيرة ونبعت لهم احسن دم، الدم المصري. جيت النهارده عشان ادعم اخواننا في فلسطين.